شغل التأمين ما بيحتاجش GPA. متوسط المرتبات في شركات الانشورنس هو للأسف بيبقى ليه عوامل كتيرة متوقف عليها. التأمين بيبقى مبني على حاجة اسمها الغرر. لو رجع بيك الزمن تختار نفس الكارير ده تاني ولا تصرف نظر؟ مساء الفل، ايه الاخبار يا صديقي؟ لو انت كنت طالب في كلية صيدلة او خريج دفعات 23 و24 و25 او ان شاء الله خريج في الدفعات اللي ان شاء الله اللي بعد كده، كنا اتكلمنا قبل كده معاكم ان احنا هنجهز لكم سلسله من الفيديوهات الجديده اللي بتتكلم معاكم في اكتر من 40 فرصه بديله لوظائف جديده ومختلفه تقدر انت كصيدلي النهارده تشتغلها، غير الشغلانات التقليديه اللي هي شغلانه التكليف اللي انت قاعد مستني دورك اللي يجي في الطابور، او شغلانه الميديكال ريب، او شغلانه الكوميونتي فارماسيست اللي هو الصيدلي جوه الصيدليات. طيب احنا اول ضيف معانا النهارده هو ضيف عزيز على قلبي انا شخصيا، هو دكتور خالد جمال، واحد من اوائل الناس اللي كلمناهم في الفكره دي ان هو يصورها معانا. وراجل بصراحه كان مرحب جدا جدا جدا. راجل اشتغل في شركات ناشونال على ناشونال ليفل هنا في مصر، ومالتي ناشونال برضه هنا في مصر، لحد ما ربنا كرمه الحمد لله، ربنا يبارك وما شاء الله. راجل حاليا موجود في دوله الامارات برضه في واحده من اكبر شركات الميديكال انشورنس هناك. طيب خلينا كده سريعا ندخل في الموضوع. هو النهارده ايه الوظيفه اللي خالد هيتكلم معانا فيها؟ هي وظيفه الميديكال انشورنس او الشغل كصيدلي في مجال التامين الصحي. بس هنا مش بتكلم معاك على تامين صحي حكومي او تكليف، انا بتكلم معاك على الميديكال انشورنس اوفيسر. ده الشخص المنوط ان هو يدي الابروفلز لشركات التامين الخاص لما انت تكون شغال في شركه ما. طيب خليني كده اوضح لك الموضوع اكتر. الموضوع عباره عن لما تكون انت شغال في شركه في قطاع خاص، ايا كان مهندس بقى، مترجم، محاسب، ايا كان انت شغال في اي شركه، الشركه دي بتخصم جزء من مرتبك تحت بند التامين الصحي، وبتروح الشركه خصمه من كل الموظفين الجزء ده من المرتب، وتروح لشركه تامين صحي خاص. وهنا بنتكلم على شركات خاصه مش شركات حكومه او مستشفيات حكومه. الشركات دي هي المنوطة على توفير خدمة صحية للموظفين اللي شغالين في الشركة دي، عن طريق ان هي بتتعاقد مع مستشفيات معينة او بتتعاقد مع صيدليات او دكاترة، اللي احنا بنسميهم الهيلث كير بروفايدر، اللي هم منوطين ان هم يوفروا لك الخدمة الصحية اللي انت محتاجها كموظف في الشركة دي. بدون رغي كتير وبدون تفاصيل كتير، يلا بينا خالد يعرفنا عن نفسه ويدينا بريف عن الوظيفه بتاعته دي، بيشتغل ايه، بيعمل ايه الحاجات كجوب ديسكريبشن اللي بتكون مطلوبه منك كميديكال انشورنس اوفيسر. يلا بينا. أنا خالد جمال، صيدلي دفعة 2018، وحاليا بشتغل في الميديكال انشورنس أو الهيلث انشورنس. بقالي 5 أو 6 سنين في المجال ده. التايتل بتاعي حاليا سينيور ابروفلز اوفيسر. حاليا أنا بقالي سنتين بشتغل في الإمارات، وقبلها 4 سنين كنت بشتغل في نفس الكارير برضو، بس في مصر. تمام. يعني ايه ميديكال انشورنس او ايه دور الصيادله في الميديكال انشورنس؟ دورنا ان احنا بيبقى في شركه عندها عدد معين من الموظفين، وبتبقى عامله لهم تامين طبي. فبعد كده لما حد من المؤمن عليهم بيحتاج ميديكال سيرفيس، فهو لازم ياخد عليها ابروفل. تمام. هنا بيجي دور الميديكال ابروفلز. احنا والله بيجي لنا ريكوست من صيدليه ان هو البيشنت ده جه وعنده كشف في المكان الفلاني طبعا، وعنده التشخيص الفلاني ومكتوب له الادويه دي. فالروشته دي بتتراجع هل التشخيصات دي كفرد في الانشورنس بتاعت البيشنت ولا لا، والادويه دي كفرد ولا لا، وهكذا. وبناء عليها بيبقى القرار سواء ابروفال او دينايل. فالموضوع بيبقى شقين: شق طبي، هل الميديكال سيرفيس دي انديكيتد لحاله البيشنت ده ولا لا، وقبل كده لازم يكون التأمين بتاعه بيغطيها، لأن أحيانا ممكن تكون السيرفيس فعلا انديكيتد والبيشنت فعلا حالته محتاجة العلاج ده، ولكن التأمين بتاعه ما بيغطيهاش. ففي الحالة دي للأسف الخدمة أو طلب الموافقة بيترفض. سؤال مهم يا خالد، طيب علشان ده بيدور في ذهن ناس كتيره جدا من الطلبه الموجودين في كليه الصيدله او حتى الخريجين. هل الجي بي اي بيفرق؟ احنا مش بنتكلم على تذاكر ولا ما تذاكرش، احنا بنتكلم على هل فعلا بعد ما تتخرج تقديرك بيأثر على وظيفتك ولا لا؟ شغل التأمين ما بيحتاجش GPA عالي. أنا تقريبا ما افتكرش على مدار ال5 أو 6 سنين اللي فاتوا إن أنا اتسألت أنت الGPA بتاعك كام، أو البرفورمانس عموما بتاعك، أو أيا كان في الكلية أو في الجامعة أنت كنت بتجيب كام أو فكل الحاجات دي مش مهمة تماما. المهم يكون عندك actual medical knowledge.
عندك تكنيكال باك جراوند، تبقى فاهم البيزكس بتاعت الانشورنس، البروسيس نفسها بتبقى ماشيه ازاي، ايه التكنيكال تيرمز بتاعت الانشورنس وهكذا. فدي بتبقى الحاجات المطلوبه، لكن كجي بي اي وهكذا مش مطلوب تماما. حلو. طب احنا كده بنقول ان الجي بي اي تقريبا مش مهم قوي، بس ده مش معناه يا صديقي انك ما تذاكرش. لو انت طالب خش ذاكر وهات تقدير كويس. طيب احنا دلوقتي عايزين نعرف منك يا خالد، هل في سيرتيفيكيشن او دبلومات او شهادات محتاجه تكون معايا علشان ابدا في المجال ده ولا لا؟ بشكل عام مفيش حاجة في الانشورنس مطلوبة كديجري أو سيرتيفيكت عشان أدخل المجال، لكن في حاجات بتخلي السي في أقوى، بتبقى بلس كبيرة، وأحيانا قليلة بتبقى مانداتري في تايتلز معينة. عندنا مثلا جهة اسمها ال AAPC ال American Association of Medical Coders أو Professional Coders. دي بتدي شهادات كتير جدا، أشهرهم ال CPC Certified Professional Coder وال CPMA Certified Professional Medical Auditor. عندنا تاني برضو Chartered Insurance Institute. دي بيدي حاجة برضو، دول بيدوا ديجري في الانشورنس، وبيدي حاجة برضو أول سيرتيفيكت عندهم اسمها أورد، أشهرهم برضو الأورد in General Insurance. ولما بنكمل 2 موديولز بعدها بتبقى CII Certified. دي شهادة قوية جدا ومعترف بيها على مستوى العالم، وتبقى بلس كبيرة جدا في أي CV في كارير الانشورنس. حلو قوي 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 البوينت دي. يعني الفكره كلها يا صديقي ان الشهادات دي مش اذا ماست عشان تستورت الكارير دوت، لا انت ممكن تبدا وبعدها واحده واحده تقدر تطور من نفسك عشان تكون الدبلومات او الشهادات اللي معاك دي اذا بلس لو انت ايمنج اللي في فكره البروموشن. يعني لو انت عايز تترقى بعد كده او تاخد تايتلز مختلفه جوه الشركه، تقدر بالشهادات دي الحاجات دي تزقك زقه. طيب محتاجين بقى نعرف منك يا خالد، المام الشغلانه جايبه هم ولا لا؟ متوسط المرتبات عامل كام؟ هل فعلا انا لما اشتغل شغلانه زي دي هتبقى شغلانه كريمه بالنسبه لي وهتقدر ان هي ليها عائد مادي يدر عليا، فبالتالي انا عندي انترست فيها قوي وفي نفس الوقت ابقى مستفيد فيها ماديا، ولا مش جايبه همها من الاخر؟ متوسط المرتبات في شركات الانشورنس هو للأسف بيبقى ليه عوامل كتيرة متوقف عليها، على حسب الاكسبيرينس بتاعت الشخص، على حسب التايتل بتاعه، على حسب الماركت بنش مارك. بيبقى ليها عوامل كتير بتأثر فيها، بس بشكل عام بالنسبة للصيادلة تحديدا هي بتبقى في الغالب أعلى من افريج الصيدليات والمستشفيات وهكذا. وبتوصل برضو الأرقام، مش هقول أعلى من الميديكال ريب، ولكن في بعض الأحيان لو البنش مارك كويس وشركة كويسة أحيانا بتوصل للميديكال ريب، طبعا مع البيس اوف مايند إن دي اوفيس بيزد، مفيش نوع الاسترس اللي بيتحط بشكل أكتر على الميديكال ريبس وهكذا. شكرا يا خالد على الهنت اللي انت عطته لنا بالنسبه للمرتبات. يا جماعه عشان تبقوا انتوا بس مدركين، لما تبقى شغال في اي كارير او شغال في اي شركه، المواضيع دي بتبقى كونفيدنشال. انت ايفن حتى لو جوه الشركه انت ممكن زميلك اللي جنبك انت ما بتعرفش مرتبه عامل كام. ده ليه؟ بسبب ان الحاجات دي بتبقى سريه، ما ينفعش ان هي تتقال شيرنج اوف ماوس كده عالي، اللي هو يا جماعه انا بقبض كذا، يا جماعه انا مرتبي كذا من الاخر يعني. فهو خد عطانا هنت، عارفين رينج مرتبات المجال ده بيبقى عامل كام. طيب مهم بقى نعرف الباث واي او الكارير باث واي جوه المجال ده بيبقى عامل ازاي. يعني ايه التايتلز اللي بتبقى جوه المجال؟ هل في ترقيات ولا لا؟ هل هيبقى ليا فرص اصلا في الترقيات دي ولا لا؟ لو تقدر توضح لنا برضو يا خالد النقطه دي يا ريت. بالنسبة للمسار الوظيفي للصيادلة في الميديكال انشورنس، فالبداية بتكون ممكن أو في الغالب بتبقى ميديكال كول سنتر، بحيث إن يبقى الشخص عنده بيز عن الانشورنس هاو ات وركس والتكنيكال تيرمز في الانشورنس وهكذا. وبعد فترة قليلة طالت أو قصرت، وفي ناس بتحب الرول ده وبتوصل منه لأماكن تانية. بعد كده بنبتدي ندخل الكليمز او الابروفلز او الكواليتي وهكذا. حته بس الميديكال كول سنتر دي الناس بتروح منها كواليتي اوديت، والناس بتروح منها كومبلاينز وهكذا. فدي برضو حته كويسه جدا، والناس من خلالها بتوصل لاماكن محترمه جدا وبمرتبات محترمه جدا. الشق التاني اللي هو الميديكال اوبريشنز بيبقى فيه الكليمز والابروفلز. بنبتدي جونيور اوفيسر، بعد كده سينيور، بعد كده سوبرفايزر او تيم ليدر، اسيستنت مانجر.
بنيجي بقى عند المانجيريال ليفل. على حسب الشركة، في شركات البوليسي بتاعتها ان هو الميديكال ديبارتمنت كله بيبقى ليه هيد واحد، فده في الغالب بيبقى فيزيشن، عشان شق الان بيشنت لازم فيزيشن يكون بيشرف عليه. فطالما الهول ديبارتمنت هيبقى سبجكت او اندر حد معين، ففي الغالب بيبقى فيزيشن. لكن في شركات التركيبة بتاعتها بتبقى ان الاقسام سيبريتد، ففي الحالة دي صيادلة بيوصلوا مانجرز وسينيور مانجرز عادي جدا. الشركة اللي انا فيها حاليا فيها صيادلة واصلين لأماكن كويسة جدا، وفي بعضهم مانجرز وهكذا. والشركة اللي كنت بشتغل فيها برضو قبل كده برضو صيادلة بيوصلوا لمانجرز وسينيور مانجرز وهكذا. فدي بتبقى متوقفة على الشركة والانفايرمنت اللي احنا بنشتغل فيها. بس بشكل عام بتبقى فيه فرص كويسة جدا والناس بتوصل، وسبيشالي لو حد عنده سكيلز كويسة، حد مثلا معاه سيرتيفيكتس، حد تقيل في مجاله، قطعا بيوصل أسرع من غيره. السؤال ده بقى يا خالد ليك انت مخصوص، لو رجع بيك الزمن تختار نفس الكارير ده تاني ولا تصرف نظر؟ لو رجع بيا الزمن هختار نفس الكارير ولا لأ؟ غالبا يعني انا الانفايرمنت بتاعت الانشورنس وطبيعة الشغل والسفر حتى تحديدا، كل ده مناسب بالنسبة لي. انا بحب الكوربريت لايف، الاوفيس بيزد جوبس، ده مناسب ليا. طبيعة الشغل في الانشورنس نفسه، الحاجة اللي احنا طول الوقت بندور وبنجنريت ريبورتس، بنشوف الداتا، نطلع بقى الحاجات الريد فلاجز اللي فيها، لو في ترند او اي حاجة behavior مش طبيعي من ممبر من بروفايدر وهكذا. فالكومبينيشن دي كلها دي مناسبة للمايند سيت بتاعتي، وانا بحب الحاجات اللي من النوع ده. يمكن الحاجة اللي كانت هتخلينا افكر مرة تاني قبل ما ادخل الكارير ده، حاجة اعتقد مش كل الناس تعرفها، ان هو الانشورنس بشكل عام في شبهة شرعية بالنسبة للمسلمين يعني. باختصار، التأمين بيبقى مبني على حاجة اسمها الغرر. الغرر في الإسلام بمعنى إن أنا بدفع سعر معين لسلعة، وأنا مش متأكد إذا كانت السلعة دي هتبقى بنفس التمن أو المقابل اللي أنا دفعته أو لأ. تمام. بمعنى إن أنا دلوقتي أنا هشتري بوليسي من شركة تأمين، هدفع إكس. السيرفيس الميديكال سيرفيس اللي هاخدها يا اما هتبقى اقل من الاكس، يا اما هتساوي الاكس، يا اما اكتر من الاكس. عدم التحقق او عدم اليقين ان انا السيرفيس اللي هاخدها هتبقى فين في الثلاثه دول، دي اسمها غرر او uncertainty او عدم يقين. ده في الاسلام اسمه الغرر، وده محرم. طبعا احنا بيبقى شغلنا بعيدا عن العقود وهكذا بالنسبه للميديكال اوبريشنز، بس ستيل الحته دي فيها خلاف. في مشايخ بيقولوا ان هو بعيدا عن العقود وهكذا ما فيش مشكله، وفي ناس بتقول لا، ان هي ستيل فيها شبهه وهكذا. فدي نقطه مهمه برضو الناس لازم تبقى عارفاها قبل ما تاخد قرار ان هي تدخل المجال ده. بس شكرا يا صديقي، ودي كانت كده نهاية حلقتنا مع ضيفنا الأول دكتور خالد جمال. بجد يا خالد للمرة المليون شكرا 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 لوقتك ومجهودك وكل الأسئلة اللي انت جاوبتنا عليها. لو انت يا صديقي صيدلي أو خريج كلية صيدلة ومهتم بالمجالات التانية اللي احنا اتكلمنا عليها وحابب تعرف عنها أكتر، سيب لنا كومنت تحت بإيه أكتر مجال ومين أكتر ضيف انت عايزنا نجيبه لك الفترة الجاية دي عشان يتكلم معانا أكتر عن الكارير اللي انت مهتم بيه ويقول لنا عنه تفاصيل أكتر. والاهم ما تنساش تعمل الفولو واللايك والسبسكرايب عشان تتابع كل الفيديوهات الجايه من سلسله الفرصه البديله لكل صيدلي. اشوفكم على خير.